لماذا لم تستطع الجزائر إلى حد اليوم استغلال غار جبيلات؟ لماذا لن تستطيع الجزائر استغلال غار جبيلات وقد نبهتها فرنسا إلى هذه المسألة؟ شهر ولا أقل من شهر نهودوا البشار باش نديروا حفل اللي يبقى في التاريخ. أول مرة منذ استقلالنا الحديد نتاع غار جبيلات يوصل للسكة تاع بشار ويكون واحد. كانوا يحلموا به الزعماء تاعنا، حلم به سي بومدين رحمه الله، حلموا به اللي جاوا بعد بومدين. اليوم راه حقيقة 1000 كيلومتر تاع سكة حديدية وما تسلفناش باش درناها. 1000 كيلومتر تاع سكة حديدية قال لي هات 50 ولا 60 كيلومتر توصل لبشار في ظرف سنة ونصف. ماهيش 10 سنين ولا 15 عام ولا هذا. ورانا ماشيين السكة الأخرى اللي تدي الفوسفات من بلاد الحدبة حتى العنابة. رانا نوسعوا في الرصيف تاع عنابة ونديروا في السكة الحديدية، راه النص تاعها منجز، والأنفاق كذلك راهم نصهم في الإنجاز، باش ما نخليش المواطن، ما نلوثش الهواء المواطن، لأن الشاحنات فايتين عامرين بالفوسفات، تلقوا غبرات، تلقوا هذا، لا، كل شيء في تحت الأرض ما يحشاش به المواطن. ونطلع الإنتاج نتاعي تاع الفوسفات من 2.5 ملايين طن إلى 10 ملايين ونص قبل نهاية 26 إن شاء الله، قبل نهاية 26. إذا الثروات هذه لما نتكلم عن الفوسفات اليوم احنا راه عندنا طلبات كبيرة على اليوريا وعلى الأمونياك وعلى زيت الفوسفات، يعني الأسمدة. السلاح تاع الوقت الحالي هو الأسمدة. حتى الدول الكبرى محتاجة أسمدة، لأن الكثافة السكانية تتطلب باش إنتاج فلاحي أقوى، والإنتاج الفلاحي الأقوى يجيب الأسمدة. وحنا إن شاء الله نكسبوا الأسمدة، مش غير البترول والغاز. إذا هذه كلها نعطيكم، ما هي سر الدولة حقكم عارفين، لأن كل شيء مبني عليكم، مبني على المواطن. هذه قاعد لفائدة المواطن وراحة المواطن والعمل تاع المواطن والكرامة تاع المواطن. ولحد الآن